السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة وصفة سهلة جدا وبسيطة لعشاق السمك واللي بيحبوا السمك. وصفة مختلفة، وصفة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. صينية السمك. في ناس بتقول عليها صينية الصيادية، بس الصيادية مختلفة تماما عن دي احنا بنسميها صينية سمك. في ناس بتعملها ببطاطس، في ناس بتعملها من غير بطاطس. بس عندي في البيت بيفضلوها بالبطاطس. يعني بتبقى حلوة، والبطاطس واخدة من طعم السمك، وبتبقى طعمها لذيذ جدا، والبطاطس بتبقى دايبة سايحة ومرملة، يعني بتدوب في بقك دوب. حاجة كده مختلفة، وحاجة كده بسيطة جدا، ما بتاخدش وقت ابدا، ما بتاخدش سوا، ما بتاخدش مجهود، بسيطة جدا. بس طعمها عكس عمايلها خالص، في حتة تانية خالص. معانا هنا اول حاجة الصينية بتاعتي او الوok بتاعتي اللي هعمل فيها، مسخناها فيها زيت بسيط لان السمك عندي هنا مقلي. بقطع البصل جوليان او جوانح، بفضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي متوسط كده، مش غامق او لون فاتح، لون ذهبي حلو كده زي ما انت شايفه معايا. ايدي فيه. في ناس بتحب اول ما البصل ياخد لون ابيض خفيف تزود الصلصه او الطماطم بتاعتي. لا، انا بحب البصل ياخد لون، علشان وانا باكل البصل احس ان هو معايا دايب في الاكل. اول ما ياخد السوا المظبوط بتاعه بنزل عندي هنا بعصير الطماطم. حابه تنزلي بصلصه تمام، حابه تنزلي بعصير طماطم تمام. انا عندي هنا بستخدم عصير طماطم فريش. للون ما بستخدمش صلصه. لو عندك بابريكا او عندك كركم او كلام من ده بتدي رشه بسيطه، بس البابريكا المدخنه بتدي لون حلو جدا، احسن من الصلصه علشان حموضه الصلصه. هنا بضيف البهارات بتاعتي، بهارات بسيطه جدا، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه. لو عندك بهارات سمك حابه تضيفيها تمام، ما عندكيش، هو الكمون والفلفل الاسود والكزبره دول يعني السمك بيعشقهم جدا، وبيودي السمك في حته تانية خالص. وبهارات خفيفه علشان ما تضغيش على طعم السمك. بهدي النار عليه واسيبه لحد ما عصير الطماطم بتاعي يتسبك تماما. هروح انا في الجنب التاني، ببقى منضفه السمك كويس جدا وفاتحه بطنه وغسلاه كويس جدا بليمون وخل ونقعاه كويس جدا. هبدا هنا اديله تحميره خفيفه. احنا التحمير مش سوا، التحمير يديله كرانش من بره ويديله لون الجلد بتاعه بدل ما يتعمل ني. هي دي احنا بنعمله عندنا كده، بيديله كرانش في الجلد بتاعه ويديله لون. هنا عندي الطماطم بتاعتي اتسبكت تماما، مبقاش فيها ميه وما بقاش فيها عصاره. بنزل هنا عندي بالبطاطس بتاعتي مقطعاها، بديلها تشويحه علشان الملح اللي في الطماطم يخليها تنزل الميه بتاعتها وتتسبك كويس جدا، ما يبقاش فيها اي نسبه ميه تماما. بهدي عليها النار واسيبها لحد ما تتسبك خالص. عندي هنا زي ما انت شايفه السمك ما استواش، السمك بس اخد لون، هو ده اللي انا عاوزاه، مش عاوزه حاجه تانية خالص. وعندي البطاطس بتاعتي برضو نزلت ميتها والصلصه اتسبكت كويس جدا. بضيف عندي كوبايه ميه او كوبايتين ميه حسب الاحتياج، على حسب النظر بتاعك. مش المية كتيرة ولا قليلة، يدوب المية عندي تبقى يعني مش مغطية السمك، لا يعني السمك باين حاجة بسيطة زي ما انت شايفة معايا كده. اول ما المية اللي انا ضفتها تبدأ تغلي، او لو انت ضايفاها مغلية، ببدأ انزل بالسمك على طول واحدة واحدة، واخد بالي علشان السمك بتاعي ما يتهريش، واحطه كويس جدا زي ما انت شايفة. وهو اوريدي يعني كل حاجة تعتبر واخدة السوا نص سوا. بس الميكس ده صينية السمك، في ناس بتحب تعملها نية ومن غير طماطم، اللي هو البصل والبطاطس والطماطم متقطعة شرايح والسمك ناي وتدخلها الفرن. ده تمام، بس احنا عندنا بنعمله كده. التاني صينية سمك في الفرن، انما دي صينية سمك حاجة شبيهة للصيادية، شبيهة للاسكندرانيين بس مختلفة عنهم شوية. حاجة تحفة. دي بتتعمل مع رز أبيض أو رز صيادية، بس المتعارف عليه رز أبيض، لأن طبعا هي متسبكة وفيها صلصة، بتبقى خطيرة. بهدي عليها النار لحد ما تتسبك تماما، ولو حابة تدخليها الفرن بتبقى في حتة تانية خالص.